9125 يوم. هذا ماشي رقم عادي، هذه الحسبة بالنهار. 25 عام دوزها الكابتن علي نجاب في حفرة وسط جندوف. 4 قرن والحديد كياب الفضاء مرجليه. اليوم ما غاديش نعاود ليك العناوين، اليوم غادي نهبطوا لتفاصيل مجهرية كتقشعر ليها الأبدان. غنشمو ريحة الرطوبة ديال الزنازين، وغادي نحسو بالجلدة ديال الدار فاش كتلصق في قميجة النيلو في الصاد ديال غوش. قصة حقيقية وموثقة من حوار الكابتن مع قناة ديلي ماروك. ندير لي زيكوتور وطفي الضو وحل ودنيك مزيان، حيت هادشي اللي غتسمع اليوم غيبدل النظرة ديالك لمعنى التضحية. نرجعو ل 1950 وسط الخيام والقسوة ديال الطقس قبائل مغراوة في الأطلس المتوسط. تما ولدت رحمة ولدها علي وسط الثلج الأطلس اللي كيعلم القساوة. فاش دار 6 سنين هبط لتازا باش يقرا، وفي الربيع 1956 كان علي كيدوز الامتحان ديال الشهادة الابتدائية. البيج بارد وريحة الصباغة د الحيط قديمة، وعلي جالس في الأرض وشد في شعر 24 ورقة ملصق فيه تصويرة مقطعة من جورنال قديم ديال طيار أمريكاني واقف بلبسة خضرا ومناظر كبار حدا طيارة حربية. دخلات مو الله يرحمها، شاف الدفتر مجموع وجراتو من الكود القميجة وقالت لي جا كتفلى وطراجع. علي بصباعو الصغار الموسخين بالمداد حط صباعو على الطيارة وقال ليها والله شا غنسوق هادي. مو شافت فيه بواحد النظرة ديال الشفقة وقالت لي كتحلم ولدي. داك الحلم ولا عقدة نفسية إيجابية. علي كبر وتخرج في تكساس تخصص ديال طيران النقل، ومن بعد مشى لفرنسا باش يولي طيار مقاتل على طائرات الميراج. تماك تصور لابس الكومبينيزون ديال الطيارة وهز الكاسك البيض بين يديه ووراه طائرة حربية. شفت تصويرة في بريال تازا مو لقاجها في الصندوق. شاف ولدها لابس نفس اللبسة ديال داك الامريكاني، بكات حتى فزقات التصويرة بدموعها وعرفات باللي ولدها رجع الحلم حقيقة. في أكتوبر 1975 الخطاب الملكي شعل العافية في العروق المغاربة. علي كان في البيت ديالو في القاعدة مكناس، الباب تيدق مجهد، تعليمات مباشرة طير لمراكش وهز الماؤونة لطرفايا. فاش وصل للصحراء الصدمة كانت هي العطش. 350 ألف متطوع بالخلا والماء قليل. علي وصاحبه فكروا في طريقة باش يحلوا المشكل. جابوا قربة الميكا غليظة عمروها ب10 يطرود الماء وطلعوا بالهليكوبتر لارتفاع 50 متر، رموها في الرملة باش يشوفوا واش غتفرقع. هبطوا يقلبوها لقاو بلي الرملة الرطبة مصات الصدمة والميكا بقات صحيحة. تما بدات الهليكوبترات كتهز أطنان الماء وكتلوح على الناس وسط الخلا. هذه كانت هي التفصيلة اللي نقذت الآلاف ديال المغاربة من الموت من العطش. في القاعدة د العيون الوضع كان كارثي. المدرج كان قصير بزاف، كانت فيه غير 2000 متر. الطيارة فاش كتكون ثقيلة بالقنابل والذخيرة كتوصل لآخر متر في لابيست عاد كتقلع بزز، وما كانت حتى السيكوريتي ولا الرادار مقعد. دابا غنوصلوا للنهار ديال السقوط في الأواخر ديال السبعينات. علي خرج في مهمة ديال التمشيط، كيطير هابط بزاف على ارتفاع 50 متر باش يبانوا ليه الجحور ديال البوليزاريو. علي على غفلة سمع الدرديك، ضربات الطيارة من التحت مضاد ديال الطائرات. الطيارة مع السرعة بقات غادة وعلي ما حس بوالو في الأول. ثواني وشعلت ليه البورة الحمراء الأولى في لوحة التحكم. الموتور كيموت. حاول يضرب الطيارة للجهة فين كاين العسكر المغربي، ولكن شعلت البولة الثانية صافي الموتور سكت والطيارة بدات كتهبط بشقلها. الأرض جاية بسرعة جنونية. علي جر المقبض ديال ليجيكسيون اللي كاين ما بين رجليه. في جزء من الثانية تفرقع السقف ديال الزجاج والصاروخ اللي تحت الكرسي تفعل السما بقوة خلات عروق عينيه تنفخ.
هبط بالباراشوت في الخلا، حيد الكاسك وتمشى 35 دقيقة. في ديك المشية مع الخوف والادرينالين ما حش بلي الكرسي فاش تفرقع طرحو في جنابه ودمو بقى سايل. شوية بدا كيسمع القرطاس فوق راسو، حصرو 10 ديال الطوموبيلات الأداء هازين الرشاشات والكابشن ولا أسير. داو مجروح الخيمة ديال القائد العسكري ديال الجبهة الحبيب الأيوب. علي غير شافو عرفو يدو اليمنية ناقصين فيها 3 ديال الصباع، فيها غير 2 كيف ما كان مشروح ليه في التقارير المخابرات بالجيش في مكناس. الأيوبي حط كاس ديال الأشاي وشاف علي وبضحكة مستفزة قال لي الحمد لله صيدناكم، واش تبغي نجيبو لك مرتك عتيقة تعيش معانا هنا. علي وخا بدمو مجروح وقف وقد ظهرو وقال لي بصوت زلزل الخيمة واش ما كتحشموش، حنا جينا على قبل هاد الأرض وماليها وحيواناتها وحتى الفايها وما غاديش نسمحو فيها. بعد أيام ديال الدوران في الكاميونات هبطوا في الخيمة ديال محمد عبد العزيز الزعيم ديال الجبهة. لقاو السيد ناعس على جنبو وتحت راسو رزمة ديال الوراق دايرها بلاصة الوسادة. ناض شاف علي وقال لي بلغة قاصحة الملف ديالك تقيل وصحابك اللي تشدو قبل منك عطاونا كاع الأسرار القاعدة، دابا شنو غادي نديرو معاه؟ علي شاف في عينين هشام بلا ما يرمش وقال لي دير بيا اللي درتيه. محمد عبد العزيز حرك يدو وقال للناس اللي دايرين بيه هذا جواب شحال ديو عليا. هنا دخل علي الزنازين تحت الأرض في شندوف، السيلون مضيق والباب الحديد مكتوبة فيه خلي كرامتك هنا ادخل. دوز أسابيع ورجليه مربوطين بالحديد، سلسلة ثقيلة لاصقة في الحيط وكتاكل في العظم د رجليه حتى كتبدا تسيل بالكيح. في غرف ديال الاستنطاق النفسي طريقة كان فيها الروح كيبداو بالسبان والمعيور في الوالدين والبلاد. فاش علي كيرد بكلمة كيشيروا للملتمين يدخلوا 2 ديال العسكر غلاط هازين في يديهم كابل ديال الضغلات جايبينهم من الجزائر كيعريو ليه ظهرو وكيبدا الضرب. علي كيوصف باللي مع الضربة الأولى اللحم كيتشقق والصوت الكابل كيطرطق في الودن. بغاو يسني على ورقة كتقول أنا الطيار علي نجاب كنعرف عارف بلي كنا كنضربو الخيام ديال المدنيين، واخا غاب على الواي شحال من مرة حتى الجلد رفض يسني حيت الطيار المغربي كان عنده أمر ملكي صارم ممنوعش قيس أي بلاصة فيها المدنيين. البوليزاري والمخابرات اللي معاهم كانوا باغين يخرجوا منه سر واحد، عارفين بلي كاينين 12 طيارة واقفة في العيون. السر هو شحال من خرجة كدير كل طيارة في النهار، حيت إلا الطيارة طارت 3 المرات في اليوم كتعطي الأعداء ريتم بلي المغرب عنده 36 طيارة في لابيست ماشي غير 12، وهادشي كيخلعهم وكيخربق لهم الحسابات. علي بقى شاد على هاد السر في راسو وخا كلا عليه قتل هاد العصا وخلاهم عايشين في الوهم د القوة الجوية المغربي. واحد النهار جاو الحراس كيجريو غسلوا العالي وجهو بالماء بارد وعطاوه لبسة مقادة ودخلوه المكتب جاس فيه كولونيل جزائري لابس لباس مدني. الكولونيل هدد علي بصبعو قبل ما يدخل الضيف وقال ليه إلا السينياتور سولك غتقول ليه بلي الجيش الملكي ما راضيش على الملك وما باغينش هاد الحرب. دخل السيناتور الامريكي وعلي ما تسناش الكولونيل يهضر وبدا كيهضر مع السيناتور بلغه ديال الطيران العسكري الامريكاني اللي قراها في تكساس. الكولونيل الجزائري جالس وما فهموا والو من المصطلحات. علي شرح للسيناتور ميزان القوى بالتفاصيل، قال لي بلي المغرب عنده سلاح المدى ديالو 400 متر والبوليزاريو مدعومه بصواريخ الجزائر وروسيا اللي المدى ديالها كيفوت 800 متر. هذا بحال شي بوكسور دراعو طول من دراعك ب2 مرات، شكون غادي يغلب؟ السيناتور عاقب الفيلم ضرب العالي على كتفو وقال الصحفي ديالو باش ما يشيق حتى حرف من الكلام د الكولونيل. بعد عام
جا السفير الأمريكي في الأمم المتحدة أندرو يونغ، لقى علي وسط الجحيم لابس كومبينيزون مقطع من الجهد الركابي وحفيان في الشمس ديال تندوف اللي كتوصل لدرجة شهر 50. سولو أندرو شكون مول هاد الفتنة. علي قال لي انت سفير وراك عارف. السفير سكتو قال لي بصوت خافت الجزائر. السفير خدا العنوان ديال مرته في الرباط وصفت لها رسالة. هذيك الرسالة كانت هي أول خبر كتوصل لعتيقة باللي راجلها مازال حي وما ماتش في التحطيم ديال الطيارة. حتى لهنا تنكون وصلنا للنهاية ديال هذا الجزء. تسناونا في الجزء الثاني، غيتحط قريب إن شاء الله.